ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد على هبة شانل. يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل وصفة كده سناكس جميلة حلوة جدا جدا، هتنفعكم بقى الايام دي مع الفطار كده الصبح او للاولاد في المدرسة. هنحط اول حاجة الزبدة على الجبنة، هنشوف هنعمل بيهم حاجة ايه حلوة جدا. حطيت ربع كيلو جبنة فيتا، عليها نص كوب زبدة. ولو الجبنة بتاعتك ملحها خفيف شوية حطي ملح، بس انا استكفيت بالملح بتاع الجبنة الفيتا. وهنضربهم بقى بالمضرب كويس قوي لحد ما تتقل وتبقى كريمة كده ولونها فاتح. هشيل بقى المضرب بتاعي وهبدأ احط بقية المكونات. مكوناتها سهلة وشكلها حلو قوي وطعمها حلو قوي، كملوا معايا الفيديو للاخر هنشوف عملنا بيها ايه. حطيت كيس كيك شيف او كيس بودر عادي، بس انا كيك شيف عادي بستخدمه في الحاجات اللي زي كده، بيبقى حلو برضه مش للكيك بس. والدقيق حطيت كوبايتين ونص. انا استخدمت الاكواب المعياريه اللي هي زي اللي شفتوها نزلت منها الزبده دي. الاكواب المعياريه دي اللي بيبقى فيها كل المقاسات. حطيت كوبايتين ونص دقيق على نص كوب زبده على ربع كيلو جبنه فيتا على كيس كيك شيف. ولو عايزه تزودي رشه ملح زودي، بس انا بصراحه ما حبيتش ازود. ده بقيه الكميه بتاعت الدقيق عشان ما حطيتش كله مره واحده، قلت عشان اعرف اقلب براحتي. بعد كده بقى لبست بقى الجلافز وهبدا اعمل بايديا اعجنها كده. عايزة اقعد اعجنها كده ولحد ما الدقيق يختفي معايا، والمها كويس كده من الطبق. هنشوف مع بعض ازاي. انا ما قطعتش حاجات كتير من الجزء ده عشان تشوفوا معايا الخطوات. بفضل اعملها كده بايديا بحيث ان الزبدة والجبنة يتخلطوا كويس قوي بالدقيق والبودر لحد ما هي بدأت تبقى كده. بس هي لسه طبعا برضو، بس انا بوريكم المراحل بتاعتها كلها. هي لسه بس يعني بوريكم شكلها عامل ازاي. لسه اهو في شوية بقى شوية دقيق في الطبق باين اهو، في بقايا دقيق كده لسه اهي. هفضل اعجن فيها كده زي ما انا، واخد كل الدقيق اللي في الطبق كده واعجن كويس. هي هلاقيها لما تكون خلصت هتلاقي الطبق اصلا نظيف وان هي طالعه في ايدك حته واحده، وفي نفس الوقت هي مش عجينه ناشفه فعشان كده هتطلع في ايدك حته واحده، لا هي طريه قوي. بصوا اصلا اقل دوسه صوابعي بيتعلم فيها بسرعة قوي، يعني انا مش بدوس جامد. هي عجينة طرية كده وهشة، مش عجينة يعني ماسكة نفسها كده قوي. جربوها بجد هتعجبكم قوي قوي. للناس اللي كمان عاملة دايت او مش حابة تاكل سكريات كتير، ده اصلا مفيهوش سكر يعني. وفي نفس الوقت زي البسكوت والكوكيز والحاجات دي، ده يعتبر كوكيز حادق كده بالجبنة زي الكوكيز. بس يعني لما بحب اغير ان انا مش عايزة حاجة مسكرة بعمله، بيبقى حلو. باخده مع اي حاجة، مع شاي بلبن، مع لبن، مع شاي، مع اي حاجة كده على الفطار وانتي قاعدة كده بالليل، حلوة قوي. انا بوريك اهو شكل العجينة اهي طرية قوي، مش ناشفة خالص. بوريكوا شكلها من قريب، يا رب يكون واضح لكم. بس كده جبت بقى المفرش ده وهبدأ افرد العجينة. انا بحب اعملها بالنشابة كده على كيسين بلاستيك، كيس تحت العجينة وكيس فوق العجينة، عشان حتى برضو المفرش السيليكون حتى لو رشة دقيق بحس ان هي بتلزق في النشابة مني كده. فانا بالنسبة لي ده احلى حل بصراحة. كيس بلاستيك كده بتاع التلاجة ده العادي بقص وافرده، واحد فوق واحد تحت بس كده. واقطع بقى دواير، انا قطعته كله نفس الحجم ونفس المقاس ونفس كل حاجة. عايزة بقى تعملي اشكال وردة ونجمة وقلب والحاجات دي اعملي. وجبت صينية ألمونيوم حطيت فيها ورق زبدة وهبدأ ارص فيها الكوكيز بتاعتي. لو مش عندك ورق زبدة ممكن ادهني الصينية دهنة زبدة بسيطة قوي بحيث بس ان البسكوت ما يلزقش فيها. هو اصلا فيه كمية زبدة حلوة مش هيلزق، بس يعني اضمن يعني. انا بحب اعمل كده، بقول اضمن ان انا احط دهنة زبدة، ولو ما عنديش ورق زبدة بعملها يعني. لكن لو عندي ورق زبدة خلاص هو كده كده مش بيلزق في الورق، وهي اصلا فيها كمية زبدة كفاية. لو هتجربي بقى الوصفة دي اعملي نفس المقادير دي بالظبط، ما تزوديش بقى عن كده. يعني كوبايتين ونص دي حلو، او اعملي كمان نص الكمية اللي انا عملتها.
هي عملت صينيتين كبار، الصينية المستطيلة دي والمدورة دي. عايزة تجربي بنص الكمية جربي، بس هتعجبك وهترجعي تعمليها بكمية اكبر من دي بقى. جدا صفار بيضتين كده، جبت بيضتين، خدت الصفارة بس عشان البياض بينشف، فانا خدت الصفارة عشان يديني لون حلو كده، وهحط عليها سمسم من فوق. هبدأ ادهنه كده كويس في الكوكيز كلها. لو عايزة تستغني عن الخطوة دي براحتك، ان انتي تحطي سمسم او حبة البركة. عايزة تخليه سادة كده، حطي دهنة صفار البيض دي وبس كده. بس انا حبيت احط شوية سمسم متحمص كده يدي طعم حلو، او ممكن حبة البركة، عملته قبل كده بحبة البركة كان حلو. بصوا بقى صفار البيض ادانا اللون الحلو المحمر الجميل ده، وده كان شكله حلو قوي. جربوه وقولولي